هاي خلود، رنا ردت عليكي ولا لسه؟ لا لسه ما بتردش. انا ما اعرفش يعني هي ليه اختفت قوي كده بعد ما خدنا الاجازه. هي يعني عشان كانت بتساعدنا يعني شويه في الدروس. خلاص بقى كده يعني هتعمل لنا فيها مهمه وتتكبر علينا. ما تستني بس يا ريتال، يمكن عندها ظروف ومش عارفه ترد. ما تتسرعيش. طيب بصي انا هجرب اكلمها تاني. انا خلاص اصلا مش هكلمها، ولو ردت عليكي قولي لها ريتال ولا عايزه اكلمك ولا عايزه تعرفك ابدا تاني. خلاص بقى يا ستي هشوفها، متقعديش تعملي مشاكل. طيب ماشي، سلام. ايه يا رنا، تليفونك عمال يرن من الصبح. دول اصحابك يا حبيبتي، ما بترديش عليهم ليه؟ عشان يا ماما انا عارفه هم عايزين ايه. هيكونوا عايزين ايه يعني يا حبيبتي؟ عايزين يا ماما يخرجوا. طب وفيها ايه يعني يا رنا؟ انا ما عنديش مانع انك تخرجي. هو انت تعبتي مني وانا قلت لك لا؟ لا يا ماما مش قصدي، بس حضرتك ما تعرفيش هما بيصرفوا قد ايه في الخروجه الواحده. انا يا ماما مش هقدر على خروجاتهم، خلي صاحبتهم في المدرسه بس. طب على فكره ممكن احل لك الموضوع ده. انت ممكن لو هما هيطلبوا اكل ولا حاجه قولي لهم انك مش جعانه واطلبي بس عصير، هيبقى على قد الفلوس اللي معاكي. كده هتكوني خرجتي وانبسطتي من غير ما تصرفي كتير. مش كده حل برضو ولا ايه؟ ماشي يا ماما، ممكن فعلا اتغدى في البيت زي ما حضرتك قلتيلي وانزل عادي. خلاص بقى يا حبيبتي ردي على التليفون عشان هما ما يزعلوش منك. ردي عليهم وانتي هتخرجي من غير ما تصرفي كتير ولا حتى تتكسفي. حاضر يا ماما. الو، ازيك يا خلود؟ ايوه يا راما، قلقتيني عليكي يا حبيبتي. اتصلنا بك كتير وما بترديش، كنت فين كل ده؟ موجودة بس معلش يعني كنت مشغولة شوية. طب ايه، هنخرج النهارده ولا لا؟ خلاص اوكي هنخرج. بس خدي بالك، ريتال متعصبه وزعلانه منك جدا. ما تقلقيش، انا هكلمها واعرفها انها كنت مشغولة. اوكي، هنستناك الساعه 6 في الكافيه. ماشي. ربنا يستر والخروج تعدي على خير. على فكرة انا عديتها لك المرة دي بس عارفة لو اتصلت بيكي تاني وما ردتيش والله هقطع معاكي خالص. اتكلمي كويس يا ريتال، بلاش الطريقة دي. ايوه بجد يا ريتال، انا زعلانة من طريقتك دي، يا ريت تغيرها للأحسن. ماشي خلاص. هو احنا خارجين نتخانق ولا خارجين ننبسط؟ ننبسط طبعا. يلا بقى نقعد ونطلب. ايه ده؟ ايه اللي جاب راما هنا؟ لما امشي بسرعة من هنا لحسن صحابها يعرفوا ان باباها شغال عامل نظافة ويحصل لها مشاكل بسببي. ايه ده؟ ايه المفاجأة الحلوة دي يا بابا؟ ازيك؟ هو حضرتك يا بابا نضف المكان ده النهاردة؟ ايوه يا راما، وامشي بقى بسرعة كده، بسرعة عشان صحابك ما ياخدوش بالهم ويتنمروا عليكي. وايه المشكلة يا بابا لما اصحابي يعرفوا انك عامل نظافة؟ شش، وطي صوتك. طيب بصي، انتي لو عرفتيهم هيتنمروا عليكي ويضايقوكي. انا ما يهمنيش يا بابا الكلام ده، انا فخورة بيك وبشغلك. حضرتك ولا بتسرق ولا بتأذي حد، يبقى ليه يعني اتكسف منك؟ يا حبيبتي انا عارف انك بنوتة شاطرة وواثقة في نفسك، بس اصحابك هيضايقوكي برضو. طب انتي معاكي فلوس؟ طيب يا بابا اتفقت مع ماما اني هاجي اشرب عصير وبس. لا طبعا يا حبيبتي، المكان هنا غالي. خدي اطلبي اللي انت عايزاه علشان ما تكونيش اقل من صحابك. شكرا يا بابا، انا بحبك جدا. ايه ده؟ هو ايه اللي راما بتعمله ده؟ هي بتاخد فلوس من عامل النظافة ولا انا بتهيألي؟ مش المفروض مثلا احنا اللي بنديله؟ مش عارفة. اهي جاية اهي، يلا بقى نسألها. هو انت ليه يا راما اخدتي من الراجل ده فلوس؟ عشان هو بابايا، طبيعي يديني فلوس. نعم باباكي؟ يعني انت باباكي عامل نظافة؟ ايوه، في ايه يعني مالكوا كده؟ اصلا يعني ما كنتش متوقعه ان باباكي يطلع شغال كده، افتكرته يعني شغال حاجة تانية. طب ممكن طيب تروحي تغسلي ايدك؟ ليه يعني؟ ما هو انت يعني اخدتي فلوس من واحد بينظف، انت يعني اكيد ايدك مش نظيفة دلوقتي فلازم تروحي تغسليها. يا ريتال لو سمحتي اتكلمي معايا كويس، انا ما اسمحلكيش تهيني بابايا كده او تقللي منه او شغلانته. يا راما هي طبعا مش قصدها، ما احنا يعني طبيعي بنغسل ايدينا قبل الاكل، ما تاخديش الموضوع بزعل كده. ماشي يا خلود ماشي. هتتلوى ايه يا فندم؟ ولا حاجة، ولا هطلب اي حاجة، انا اصلا معدتي مقلوبة. انا هطلب بيتزا. وانتي يا راما؟
ماشي، انا كمان هطلب معاكي بيتزا مارجريتا. اخر كلام يا ريتال؟ مش هتطلبي حاجة؟ لا. قوليلي يا راما، هو انتي عادي يعني كده بتحضني باباكي وهو يعني ريحته كده؟ لا انت كده زودتيها جدا. على فكرة بابايا احسن اب في الدنيا وبيعمل حاجات كتير جدا عشان يفرحني، عكس كده ابات تانية كتير كل همهم نفسهم ولا بيهتموا بعيالهم ولا حاجة. قصدك ايه يا راما؟ انا غلطان اني حكيت لك وفضفضت معاكي. انت كده يعني صاحبة يعني؟ وانت يعني لما تقللي من بابايا تفتكري يعني ان انا هعمل كويس؟ خلاص انا اصلا مروحة ومش عايزة اتكلم معاكي تاني. خلود يلا بينا. لا انا هقعد مع راما وناكل سوا. هو احنا يعني مش لسه طالبين بيتزا يعني ولا ايه؟ كل ده عشان مصلحتك. انت طول عمرك كده. مصلحة ايه يا ريتال؟ يعني علشان هي بتساعدك في واجباتك ودروسك تقعدي معاها وتسيبيني انا؟ يا بتاعت مصلحتك انت. ريتال انت عمالة تغلطي فيا كتير. احسن لك دلوقتي تروحي ولما تهدي ابقى نتكلم. انت لما بتتعصبي بتقولي كلام ملهوش لازمه. خلاص يا رما ما تزعليش منها، هي شويه كده وهتندم على اللي هي قالته. يا لهوي، هو كده كل يوم يعني بنت تتخطف؟ ايه يا بابا، هو ايه موضوع خطف البنات؟ ايه اللي بقى بيحصل كتير جدا ده؟ مش عارف يا بنتي والله. هو انا ايه اللي هيعرفني طيب يا رما؟ ده بيقولوا يا بابا في الاخبار انهم دايما بيتخطفوا من جنب الكافيه اللي انت حضرتك يعني بتشتغل فيه. إيه صدفة يا حبيبتي، انا معرفش اصلا حاجة عن الموضوع ده، انا بشتغل هناك وبس. المهم انتي خلي بالك من نفسك وما تخرجيش لوحدك تاني. الو، ازيك يا خلود؟ الحقيني يا راما، ريتال ما رجعتش البيت من امبارح. مامتها اتصلت بيا وكانت مرعوبة وسألتني انتوا اخر مرة كنتوا معاها كانت امتى. قلت لها ان هي مشيت وسابتنا. يا خبر، لحسن تكون اتخطفت زي البنات التانية. شكلها اتخطفت فعلا يا راما. الحق يا بابا، صاحبتنا اللي اتخطفت اللي كانت معانا امبارح. مش هي دي البنت اللي كانت بتتنمر عليك امبارح؟ ايوه يا بابا هي، بس انا برضه مسامحاها. ربنا يرجعها لاهلها بالسلامة يا رب. يا رب يا حبيبتي، انا هروح بقى شغلي عشان ما اتاخرش. سلام. سلام يا بابا. يا خبر، ده اتاخرت جدا، ما بقاش في ولا عامل ولا اي حد ولا زبون في المطعم. انا لازم بقى كده اروح. ايه ده، هو في حد هنا؟ أيوة أنا كنت عاوز أطلب أكل. بس الشيف مشي وما بقاش في اي حد هنا خالص. طيب ماشي. طب هو أنت عامل النظافة؟ ايوه انا. طيب يلا خد الكيس ده معاك وارميه في الزبالة وأنت ماشي. ماشي هاته. الراجل ده غريب جدا، هو بيخرج في اوقات غريبة برضه جدا زيه، وعمري ما شفته الا بالليل بس. وكمان حتى هو مش شغال، وانا مالي، انا بشوف شغلي وبس. يا لهوي، الكيس من كتر تقله انا مش عارف اشيله. هي ايه الورقة دي؟ ساعدوني، ده حد كتب ساعدوني. انا لازم اعرف الشرطة واديهم الورقة دي فورا. كده في حد محتاج مساعدة عشان كده كتبها. هو فين بيت الراجل ده؟ في العمارة اللي قدام الكافيه. انا هاجي معاك. اخرس يا بنت، هو أنت فاكرة إن في حد هنا هيسمعك؟ إيه ده؟ أنتوا مين؟ وإزاي تدخلوا عليا كده؟ هو انت طلعت السفاح اللي بيخطف البلد؟ تعالي يا حبيبتي، هعرفك. انت اسمك ريتال صح؟ ايوه انا ريتال. عمو شكرا يا عمو. شكرا ليك، انت ساعدتنا ان احنا نقبض على السفاح وننقذ البنت المسكينة منه. ده واجبي يا حضرة الضابط، ولولا ذكاء ريتال ما كنتش هعرف ولا مكانها ولا مكانه. هي اللي كانت كاتبة الورقة اللي كان مكتوب عليها ساعدوني في الكيس قبل ما السفاح يرميه، وانا قريتها وجريت بلغتك على طول. انا اسفه يا عمو ان انا كنت بتنمر على حضرتك وزعلت مني راما صاحبتي. حضرتك يا عمو اعظم واشجع راجل في الدنيا، لا حق راما تكون فخوره بيك. هي محظوظه بحضرتك يا عمو. ما تقوليش كده يا حبيبتي، ده اللي انا كنت المفروض اعمله. يسعدنا ويشرفنا تكريم الاستاذ مسعود علي على دوره البطولي في اكتشاف مكان السفاح وانقاذ المدينه. الف مبروك يا عمو على التكريم، كلنا فخورين بيك جدا. لولاك انا كان زماني ميتة دلوقتي. بعد الشر عليك يا ريتال. الف مبروك لحضرتك على التكريم. ده الكرت بتاعي،
أتمنى حضرتك تتواصل معايا في أقرب وقت علشان ليك مكافأة خاصة عندي.